ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد، دي قناتي ساينس شاين. في الفيديو ده بقى هنحل مع بعض تقييمات الوزارة، وهنحل ويك 3. ويك 3 على ليسون 4 وليسون 5. هنبدأ أول حاجة بليسون 4. بيقول لي classroom performance. How do fish breathe easily? What would your respiratory system look like to be able to breathe underwater? بيقول لي تخيل نفسك كده سمكة. لما تكون سمكة وبتعمل breathe underwater، ال respiratory system بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي؟ ايه ده يا مس؟ ده انا هعمل breathe في الووتر، يعني كده مش هعرف استخدم اللونجز بتاعتي. يبقى لازم يكون عندك ساعتها ايه؟ جلز. ليه؟ لان الجلز هي اللي بتقدر تاخد الاكسجين جاهز من الووتر. يبقى نكتب هنا I will have gills to breathe underwater. لازم يكون عندي gills عشان أقدر أعمل breathe underwater. بعد كده بيقول لي look at the picture and identify the similarities between human and fish respiratory system and what are the different. يعني هنا عايز يقارن ما بين ال respiratory system بتاع الفيش اللي هو بيعمل بريس عن طريق الجلز، وال respiratory system بتاع الهيومن اللي هو بيعمل بريس عن طريق اللنجز. وقول لي كمان ايه ال similarities ما بينهم. أول حاجة الفيش respiratory system. طيب بيقول لي هنا fish use ايه to breathe؟ الفيش بيستخدم ايه عشان يعمل breathe؟ طبعا احنا عارفين ان الفيش بيستخدم الجلز بتاعته. فين الجلز دي يا مس؟ اللي هي هنا دي اللي انا بشاور عليها دي، اللي لونها ريد. الجلز بيبقى في الفيش بتبقى لونها ريد، هي دي الجلز. تمام كده، يبقى نكتب هنا اللي هو الفيش بيستخدم الايه؟ الجلز. طب الهيومن هنا بقى يوز ايه؟ بيستخدم ايه؟ شاطرين، بيستخدم اللونجز عشان يعمل بريس، واللونجز قدامنا بالشكل ده اهو. طيب بعد كده بيقول لي fish live in. الفيش السمك بيعيش فين؟ شاطرين، بيعيش في الووتر، يبقى live in water. طيب الهيومن live on ايه؟ بيعيش فين؟ live on land. ونشيل كلمة جاز دي عشان هنا مكتوبة غلط. تمام. طيب بعد كده بيقول لي fish breathe. السمك بيتنفس ايه؟ انهي جاز؟ شاطرين، الاكسجين جاز. طب الاكسجين جاز ده بيكون dissolved in ايه؟ موجود فين؟ شاطرين، في الووتر. طب الهيومن بيعمل بريث ايه؟ بريث للاكسجين جاز برضو، بس الاكسجين جاز اللي موجود فين؟ في الاير. يبقى كده عرفنا الفرق ما بين الريسبيراتوري سيستم بتاع الفيش والريسبيراتوري سيستم بتاع الهيومن. الفيش بيعمل بريس للأكسجين جاز اللي موجود في الووتر عن طريق الجلز، إنما الهيومن بيعمل بريس للأكسجين جاز اللي موجود في الإير بس عن طريق مين؟ اللونجز. في مشكلة كده؟ يلا نكمل مع بعض. بعد كده بيقول لي discuss with your partner and analyze using the picture in front of you what human activity lead to change in ecosystem. هو بيديني هنا picture، بيقول لي البيكتشر اللي قدامك دي بتوضح الهيومن اكتيفيتي اللي الانسان بيعملها، وكل واحده فيهم باين ايه التشينج، باين ايه التغيير اللي بيحصل في الايكو سيستم. طيب قول لي كل واحده فيهم بقى ايه اللي حصل. اول حاجه البيكتشر اللي قدامنا ده باين ان حصل ايه؟ شاطرين، cut للتري. يعني هم هنا قعدوا يقطعوا التري، الاشجار، وخلاص بيلموها اهو. طب هم عملوا cut للتري ليه؟ عشان يعملوا الوود اللي هيعملوا بعد كده بيه التيبل والفurniture، عشان اي اساس عامة بيكون مصنوع من الوود، الخشب. طب الخشب ده هيجيبوه منين؟ هيجيبوه من التري. يبقى هم هنا عملوا cut للتري for wood and furniture. طيب picture number 2 اللي قدامنا دي واضح ايه؟ واضح ان هم هنا عمالين يجرفوا الارض وعمالين يشيلوا كل الجراسلاند وكل السويل اللي موجودة في الارض دي. يبقى هم هنا بيعملوا بلو للسويل and clear land، وبيجرفوا الارض خالص وبينضفوها خالص. طيب البيكتشر نمبر 3 واضح هنا في ايه؟ واضح ان ده زي فورست، غابة، وفيها animal وفيها planets مختلفة. ايه الهيومن اكتيفيتي اللي الانسان ممكن يعمله في الايكو سيستم ده يعمل لها تشينج؟ ان هو ممكن يجيب animal تاني او planet تاني يدخلهم في الايكو سيستم ده، فهلاقي السورس اوف فود اللي كانوا بياكلوه قبل كده هيقل. يبقى هنا الهيومن بيعمل ايه وبيدمر الايكو سيستم بيه؟ ان هو بيعمل انتر، بيدخل animal and planet. بيدخلهم فين؟ بيوديهم للايكو سيستم. وكلمة and دي ولا كأننا شايفينها، هي كده غلط اصلا.
تمام. يبقى هو بيعمل enter للانيمال والبلانت from ecosystem. طيب البيكتشر نمبر 4 اللي قدامنا دي واضح هنا ان في building، في مباني. طيب هم عشان يعملوا البيلدينج دي عملوا ايه؟ شالوا كل الجراسلاند وكل الجاردن اللي موجودة. يعني هم عملوا remove للبلانت for building، يعني شالوا كل النباتات عشان يعملوا ايه؟ building. يبقى ده برضو من الهيومن اكتيفيتي اللي الانسان بيعملها. كده فهمنا كل picture بتوضح ايه. طيب يلا نكمل مع بعض. هنا برضو بيقولي discuss with your partner and analyze through the picture in front of you what is the human activity affect the environment. برضو هنا جايب لي picture، بيقولي بقى اقعد انت وصاحبك كده شوف كل picture من دول ايه اللي الهيومن activity بيعملوا فيها وبيأثر على ال environment. طيب التو picture اللي قدامنا دول، اول تو بيكتشر دول مالهم؟ اول حاجه لقيت ان الكار بيخرج منها سموج، دخان، وده بيعمل بليوت للاير. وبرده البيكتشر نمبر 2 هنا لقيت ان الفاكتوري ده عمال بيخرج سموج، دخان، وبرده بيعمل بليوت للاير. يبقى واضح من الصورتين هنا ان بيحصل exhaust، الدخان بيخرج من الكارز and factories وبيعمل بليوت للاير. تمام كده. ده أول حاجة لاحظناها إن الكار والفاكتورز عمالين يخرجوا في سموج، والسموج ده بيعمل بوليوت للإيه. بعد كده picture number 3 واضح إن ده الويستس بتاعة الفاكتورز أو مية الصرف، كل ده عمال بيروح للووتر اللي احنا بنشربها. فاحنا لما نعمل throwing away للكيميكالز وكمان نرمي الويستس ده بيعمل ايه؟ بيعمل water pollution. طيب لما نيجي هنا برضو نعمل throwing للويستس بتاعتنا، الفضلات واي مثلا كيس بلاستيك احنا مش عايزينه، كوبايه مش عايزينها، اي حاجه، اي مخلفات عندنا نروح جايين راميينها في الووتر، ده برضو بيعمل water pollution. يبقى هنا برضو throwing away لما نيجي نرمي الويستس او التراش فده برضو بيؤدي leads to water pollution. كده فهمنا الصور المختلفة بتاعة البوليوشن سواء كانت للإير أو للووتر، وعرفنا إن البوليوشن بتاع الإير بيحصل إزاي بسبب السموج اللي بيخرج من الكار أو الفاكتوريز. بعد كده بيقولي using the text box and in light of what you have studied write what the following refer. يعني هو عايز يعرف مني هنا ال definition بتاع الجلس. طيب ايه ال definition بتاع الجلس؟ الجلس هو structure موجود في الفيش، بيكون موجود في الهيد بتاع الفيش بالذات، في راس السمكة. طب على انهي جنب؟ في التو سايد. شاطرين. بيكون موجود in both side of fish head. طيب الفيش بيستخدمه ان هو يعمل ايه؟ بيستخدمه ان هو يعمل بريس ان للاكسجين جاز اللي موجود في الووتر، عشان هو ما عندوش لانجز زينا، عنده ايه؟ جلز. طيب يبقى نكتب هنا الجلز ده هو structure found in both sides of fish head that use it to breathe. هو حاجة structure، حاجة في جسمه هو موجودة على البوث سايد، على الجنبين بتوع راس السمكة، والفيش بتستخدمه ان هي تعمل breathe in للأكسجين جاز. طيب بعد كده بيقول لي homework performance question number 1 explain the similarities and the difference between human and fish in respiration process. قول لي ايه السيميلاريتيز، ايه التشابه وايه الاختلاف ما بين الهيومن والفيش في الريسبيريشن process. طيب اول حاجه هنقول ايه السيميلاريتيز. ايه المتشابه ما بين الهيومن والفيش؟ ان هما الاتنين both of them breathe oxygen gas، هما الاتنين بيتنفسوا oxygen gas. يبقى نكتب اول حاجه ان السيميلاريتيز both breathe oxygen gas، ان هما الاتنين بيتنفسوا الاكسجين جاز. طب ايه الديفرنت، ايه الاختلاف اللي ما بينهم؟ لقيت ان الاختلاف ان الهيومن بياخد الاكسجين جاز بتاعه من الاير عن طريق اللنجز، انما الفيش بياخد الاكسجين جاز من الووتر عن طريق الجلز. يبقى الديفرنت الاختلاف ما بينهم ان الهيومن بيعمل breathe oxygen gas from air by lungs while fish breathe oxygen gas from water by gills. بعد كده question number 2 بيقول لي write the scientific term structure found in the body of fish is important for respiration. ايه الحاجة اللي موجودة في جسم السمكة مهمة في ال respiration؟
اللي موجود في البادي بتاعها بيساعدها في الريسبيريشن ان هي تعمل بريث ان للاكسجين من الووتر. شاطرين الجلز ولسه قايلينها من شويه. طيب بعد كده question number 3 بيقول لي give reason some human activity cause air and water pollution. قول لي ليه في بعض الاكتيفيتي اللي الهيومن بيعملها ممكن تعمل لي air water pollution. عشان للأسف السموج اللي بيخرج من الكار والفاكتورز بيعمل بليوت للإير، والووتر برضو بيحصل لها pollution لما احنا نرمي الويستس بتاعتنا في الريفر وفي السي. يبقى نكتب هنا because smoke comes from car and factories pollute air while throwing waste in river pollute water. بعد كده question number 4 بيقول لي what happen when exposure to high level of air pollution over long period. ايه اللي هيحصل لو احنا وصلنا لهاي ليفل، يعني لمستوى عالي قوي من الاير بوليوشن، يعني لو الاير اللي حوالينا كله بقى بوليوتد، بقى ملوث، وقعدنا على كده long period، وقعدنا على كده مدة طويلة. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل امراض لينا احنا كهيومن، زي ان هو يعمل دامج لللونجز بتاعتنا، او يسبب ازمة، او يسبب هارت ديزيز. كل الحاجات دي كلها بتأثر على الهيومن. طب كل الحاجات دي اصلا بتحصل له بسبب ايه؟ بسبب الاير اللي هو عمال يعمل له بريث ان، والاير ده اصلا بوليوتد، ملوث. يبقى نكتب هنا it may cause damage of lungs، ويسبب لنا كمان الأزمة or heart disease. طيب بعد كده question number 5 بيقول لي explain how human can restore the ecosystem to its original state. وضح لنا ازاي الهيومن ممكن يعمل ريستور. يعني ايه ريستور؟ يعني يعيد بناء تاني الايكو سيستم اللي هو دمره ده، ويرجعه للاوريجينال ستيت، يعني للحالة الطبيعية بتاعته اللي كان عليها في الاول. طب الهيومن ممكن يعمل ايه؟ دي هنكتبها فوق عشان مفيش مكان هنا. اول حاجة ان هو يعمل ريبلانتنج للفورست. الفورست اللي هو عمال يعمل فيها كاتنج للتري، وعمال يعمل فيها كلير لللاند، يجري في الارض كلها ويشيل كل السويل. لا، هو بايده ان هو يعمل ريبلانت تاني، يزرع تاني الفورست دي، ويزرع تري تانية. دي أول حاجة يعملها. طب إيه تاني؟ إن هو يعمل removing للpollutant of air and water، إن هو يمنع أي حاجة كانت بتعمل water pollution أو air pollution، زي إن هو يقلل شوية من السموج اللي بيخرج من الكار والفاكتوريز، وكمان ما يرميش الويستس بتاعته في الووتر. طب الهيومن قادر ان هو يعمل ايه تاني؟ قادر ان هو يعمل preserving للبلانيت and animal in their ecosystem، يحافظ بقى على البلانيت والانيمال ويسيبهم مكانهم في الايكو سيستم بتاعتهم، وما يقعدش ينقل بقى كل شوية بلانيت او انيمال من مكان للتاني. تمام كده؟ طيب بنكمل مع بعض week 3 بس في lesson 5. بيقول لي اول حاجة classroom performance. بيقول لي how the different way of adaptation does help animal and planet to survive. بيقول لي ازاي ال different way، الطرق المختلفة للادابتيشن دي بتساعد الانيمال والبلانيت ان هو يعمل survive. عشان الادابتيشن ده هو اللي بيساعدهم ان هم يعيشوا في الانفايرمنت او في الايكو سيستم اللي هم قاعدين فيه. يعني مثلا البنجوين لو ما كانش عمل adaptation، كان عنده مثلا structure adaptation ان هو في blood vessels في جسمه، هو في الحالة دي ما كانش هيقدر يعيش في الجو الساقع قوي ده. فالادابتيشن ساعده ان هو يعمل ليف، يقدر يعيش في الانفايرمنت اللي هو كان قاعد فيها. وبرضه الفينيك فوكس اللي بيعيش في الديزرت، لو هو ما كانش عنده structure adaptation ان عنده الاير بتاعته كبيرة بتعمل لوس للهيت، بتفقد الحرارة وبتخلي جسمه كول بالرغم ان هو قاعد في الهوت ديزرت، كان زمانه حصل له ضاي، مات وما قدرش يعيش في الانفايرومنت دي. بس بسبب الادابتيشن لا، ده هو قدر يعمل ليف في الانفايرومنت. وكمان الستارد اجاما ليزرد، لولا ان هي بتعمل behavioral adaptation ان هي بتروح تستخبى في اي مكان فيه shaded area، كان زمانها برضو حصل لها ضاي. بس هي عشان بتعمل behavioral adaptation، لا ده هي لحد دلوقتي stay live، يعني هي لحد دلوقتي قادرة تعيش على قيد الحياة. يبقى الادابتيشن ده make them able to live in their environment. تمام كده؟ في مشكلة؟ طيب بعد كده بيقول لي note the picture of the following living organism
and then record the type of adaptation they represent. مديني هنا several living organisms مختلفة منها الانيمال والبلانت، وعايز يعرف مني في كل واحدة فيهم ايه التايب of adaptation وايه الواي of adaptation. طيب احنا اول حاجة هنقرأ الكلام اللي تحت ده عشان نعرف ايه التايب اوف ادابتيشن، ايه نوع الادابتيشن، هل هو structure ولا behavior. طيب اول حاجه بيقول البنجوين بيقول ان هو عنده vessels wave around each other. طيب الفيزلز اللي بتعمل wave around each other ده كان structure adaptation ولا behavioral adaptation؟ طبعا دي حاجه في البودي بتاعه يبقى structure adaptation، يبقى التايب اوف adaptation هنا structure adaptation. طيب الفيزلز دي اللي كانت بتعمل wave around each other بتلف حوالين بعضها in its feet، دي كانت بتسبب له ايه او بتساعده ان هو يعمل ايه؟ بتساعد ان الفيت بتاعه يبقى warm، فنكتب هنا feet warm. طيب بعد كده البانسر كاميليون، بيقول لي البانسر كاميليون ده بيعمل puffs up its body with air. البانسر كاميليون لما ينفخ جسمه بالهواء ده انهي نوع من الادابتيشن؟ شاطرين behavioral adaptation عشان دي حاجة هو اللي بيعملها. طب هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل puffs up its body with air ليه؟ شاطرين عشان يعمل scare للانمي، يخوف العدو اللي جاي عايز يعمله hunt ويصطاده. يبقى نكتب هنا to scare enemy. البيكتشر التالتة اللي معايا ده بولر بير، بيقولي البولر بير عنده وايت thick fur، ده انهي نوع من الادابتيشن؟ شاطرين structural adaptation عشان دي حاجة في البودي بتاعه هو. طيب هو عنده ليه بقى white thick fur؟ شاطرين to keep its body warm عشان يحافظ على جسمه دافي، يبقى نكتب هنا keep its body warm. طيب البيكتشر التالتة اللي معانا الباين تري، الباين تري بيقولي عندها needle leaf. طب معنى ان هي عندها needle leaf يبقى ده structure adaptation ولا behavioral adaptation؟ طبعا structure adaptation. طب هي عندها needle leaf ليه؟ عشان تمنع فقد الووتر، عشان احنا عارفين مع بعض ان الليف دي هي اللي بيحصل فيها اللوس اوف ووتر، يعني النبات بيفقد الووتر بتاعته عن طريق الليف. طيب هو الباين تري ده مش عايز يفقد الووتر، فبيعمل ايه؟ بيخلي الليفز بتاعته تبقى نارو وشكلها نيدل، تبقى صغيرة كده وشبه الإبرة. ليه؟ to prevent water loss. بعد كده بيقول لي observe the picture of the following organism then record your answer. بيقول لي بص للصورة اللي قدامك دي وبعد كده جاوب على السؤال ده. بيقول لي why does desert lizard look for shaded area؟ بيقول لي الشكل اللي قدامك ده هو desert lizard، ليه هو بيدور على مكان shaded area وهو عايش في الديزرت؟ عشان طبعا يحافظ على البودي بتاعه كول، عشان احنا عارفين ان الديزرت بتبقى very hot، فهو عايز يحافظ على جسمه دافي، فبيبدأ يعمل ايه؟ يمشي في مكان shaded area يعني مكان فيه ظل. طب ليه بقى؟ to keep its body cool. تمام كده، يلا نكمل مع بعض. بعد كده البيكتشر اللي قدامنا دي واضح ان ده بلانت بيعيش في الووتر. بيقول لي هنا why do planets that live in aquatic environment need wide leaf؟ ليه البلانت اللي بيعيش في الووتر او في الاماكن اللي هي الاكواتيك، الاماكن المائيه او المناطق المائيه، ليه بيحتاج وايد ليف؟ يعني الليف بتاعته تكون واسعه وكبيره زي الووتر ليلي. ليه؟ عشان يبدأ ان هو يعمل absorb large amount of sunlight، يعني يمتص كمية sunlight كبيرة قوي باستخدام الليف بتاعته اللي هي wide، اللي هي واسعة وكبيرة. تمام كده، يبقى نكتب هنا to absorb more sunlight، ان هو يمتص كمية كبيرة من ال sunlight. بعد كده بيقول لي survival story the relation between function and adaptation. بيقول لي هنا amphibian or living organisms that live in and on. بيقول الأمفيبيان، مين هما الأمفيبيان دول؟ اللي هما البرمائيات. طيب بيقول لي دول living organism بتعيش فين وفين؟ شاطرين، بتعيش في الووتر وفي اللاند، يبقى نكتب هنا live in water and on land. طب مس هو أنا ينفع أكتب الأول land وبعد كده water؟ هقول لك لأ. ليه بقى؟ عشان كاتب لك هنا أول حاجة in والووتر بيجي معاها in، إنما هنا كاتب لك on
والland بيجي معاها on، يبقى لازم تعرف المعلومة دي كويس قوي. in water و on land في فرق ما بينهم، تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي these living organisms are known as، بيقول لي الصورتين اللي قدامك دول بيعبروا عن living organism. قول لي living organism دول اسمهم ايه؟ شاطرين، دول من الامفيبيان. ليه؟ لان ده الفروج اللي هو برضو من الامفيبيان، والسلمندر اللي برضو من الامفيبيان. يبقى البيكتشر اللي قدامنا دي بتوضح انهي living organisms، الامفيبيان، تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي these organisms اللي احنا قلنا عليهم الامفيبيان بيعملوا بريس باي، بيتنفسوا ازاي؟ تعالوا نفتكر مع بعض الامفيبيان كانت بتعمل بريس ازاي. اول حاجة لقيت ان هم لما بيكونوا موجودين في اللاند كانوا بيعملوا بريس عن طريق اللانجز زي الهيومن. طيب خلاص بقى هم اتنقلوا للووتر، هيعملوا بريس ازاي؟ كانوا بيعملوا بريس في الووتر عن طريق السكين. يبقى كده لما يكونوا موجودين في الووتر بيعملوا بريس عن طريق السكين، لما يكونوا موجودين on land بيعملوا بريس عن طريق الايه، اللونجز. يبقى نكتب هنا ان هما بيعملوا بريس باي skin while it was in water، لما بتعمل بريس باي lungs while it was on land. بدل in هنكتب هنا on، تمام كده. طيب يبقى on land. بعد كده بيقول لي this type of respiration is considered as انهي نوع من الادابتيشن. بيقول لي الطريقتين بتوع الريسبيريشن اللي هي بتعمله سواء في اللاند او في الووتر دول يعتبروا انهي نوع من الادابتيشن. واحده واحده كده، هي دي حاجه هي بتعملها ولا في البودي ستراكشر بتاعها؟ لا طبعا في البودي بتاعها، في جسمها. السكين واللونجز الاتنين موجودين في البودي بتاعها، يبقى ده structure adaptation. بعد كده بيقول لي water pollution تلوث الميه expose these organisms to the danger of، بيقول لي تلوث الميه بيعرض الاورجانيزمز دي اللي هي الامفيبيان للدينجر اوف ايه، لخطر ايه؟ اي pollution او اي living organism بيتعرض لدينجر بيؤدي للاكستنكشن بتاعه، بيؤدي للانقراض. يعني لو الووتر الامفيبيان دي عايش فيها حصل لها pollution، مع الوقت هلاقي ان النمبر بتاع الامفيبيان ده عمال بيحصل له ديكريز، وللاسف هيتعرض ليه بعد كده للانقراض، ان هو يختفي تماما. يبقى نكتب هنا the danger of extinction. بعد كده بيقول لي choose the odd word and why، يعني مديني هنا words كلمات كتير، اختار الكلمة المختلفة فيهم وقول لي ليه انت اخترت الكلمة دي بالذات. بيقول لي golden frog، salamander، penguin، toad. بيقول لي مين في دول مختلف؟ واحدة واحدة. الجولدن فروج ده amphibian، السلامندر amphibian، البنجوين لا البنجوين ده من البيردز. طيب التود، تود برضو amphibian. يبقى مين هنا الأود وورد؟ شاطرين، البنجوين. يبقى نكتب هنا بنجوين. طب واي ليه بقى؟ عشان all of them كلهم من الأمفيبيان except penguin. يبقى نكتب هنا because all of them are amphibian. بعد كده بيقول لي الهومورك performance explain how a penguin keep its feet warm in polar environment. اشرح لي ازاي البنجوين بيحافظ على الفيت بتاعته warm بالرغم ان هو بيعيش في البولار environment. احنا عرفنا ان البنجوين عنده blood vessels، blood vessels فيها warm blood و blood vessels تانية فيها cold blood. فالبلاد vessels اللي فيها warm blood تبدأ تعمل wave around البلاد vessels اللي فيها cold blood، فده بيساعد الفيت بتاعة البنجوين ان هي تبقى warm دافية، وتساعد ان هو يمشي على الايس with bare feet وهو مش لابس حاجة في رجليه. يبقى نكتب هنا blood vessels carry warm blood wave around blood vessels carry cold blood to warm feet. يعني البلاد فيزلز اللي فيها warm blood بتلف حوالين البلاد فيزلز اللي فيها cold blood عشان تعمل warm للفيت، عشان تدفي رجليه وتساعده ان هو walk on ice with bare feet. تمام كده. طيب بعد كده question number 2 بيقول لي write a scientific term and adaptation that includes the way organisms live such as fox live in birds. ايه طريقة التكيف اللي الأورجانيزمز بيستخدموها عشان يعملوا live، عشان يقدروا يعيشوا على قيد الحياة، زي مثلا ما كان الفوكس
كان بيعمل live in burrows، كان بيعيش في الجحور. لما الفوكس يعيش في البورس ده كان أنهي نوع من الادابتيشن؟ شاطرين، behavioral adaptation. طب ليه؟ عشان دي حاجة هو اللي بيعملها، هو بيهرب من الهوت بتاع الديزرت، يروح يستخبى في البورس اللي هي الجحور. بعد كده بيقول لي explain the following. blood vessels play an important role in survive penguin life. لسه قايلينها من شوية. هو بيقول لي هنا اشرح لي ازاي البلاد فيزلز بتعمل دور مهم جدا في حياة البنجوين. لسه قايلينها، عشان البنجوين ده بيكون عنده blood vessels فيها warm blood vessels فيها cold blood. الwarm blood wave around cold blood، فبيساعد البنجوين فيت ان هو يبقى warm. يبقى نكتب هنا because blood vessels carry warm blood wave around blood vessels carry cold blood to warm feet. اللي كتبناه فوق هنكتبه تحت، الاتنين نفس الإجابة بس بصيغة سؤال مختلفة. بعد كده بيقول لي what would happen if an organism couldn't adapt to its environment. ايه اللي هيحصل لو في organism مثلا زي البنجوين او البولار بير ما قدرش ان هو يعمل adapt في البولار environment اللي هو عايش فيها؟ ايه اللي هيحصل؟ مش هيقدر يعمل survive، ومش هيقدر يعمل live، مش هيقدر يعيش على قيد الحياة. فهيبدأ ان هو يا اما يدور على مكان تاني، او لو فضل في المكان بتاعه هيحصل له die. يبقى نكتب هنا it will search for another place or it will die. يا إما يدور على مكان تاني، يا إما لو فضل في مكانه هيحصل له die. بعد كده بيقول لي question number 5 explain the similarities between human and fish adaptation in the process of respiration. قول التشابه والاختلاف ما بين الهيومن والفيش في ال respiration process. طيب احنا عارفين ان السيميلاريتيز ما بينهم ان هما الاتنين بيعملوا بريس للأكسجين جاز. الديفرنت بقى ان الهيومن بيعمل بريس ان للأكسجين جاز اللي موجود في الاير عن طريق اللنجز، انما الفيش بيعمل بريس للأكسجين جاز اللي موجود في الووتر عن طريق الجلز. يبقى نكتب هنا السيميلاريتيز both of them breathe oxygen gas، انما الديفرنت ان الهيومن breathe in oxygen gas from air by lungs، انما الفيش breathe in oxygen gas from water by gills. بعد كده weekly assessment model 1. question number 1 بيقولي complete amphibian breathe using dots and dots. بين الأمفيبيان عشان تعمل breathe بتستخدم ايه وايه؟ طيب احنا عارفين ان هي بتعمل بريس في مكانين، في الووتر واللاند. في الووتر بتعمل بريس عن طريق السكين، وفي اللاند بتعمل بريس عن طريق اللونجز. يبقى هي بتعمل بريس using lungs and skin. بعد كده question number 2 بيقول لي write the scientific term organs in human extract oxygen from the air. ايه الأورجان اللي موجود عند الهيومن اللي بيساعده ان هو ياخد الأكسجين من الاير؟ ده مين؟ شاطرين، اللنجز. طيب بعد كده question number 3 بيقول لي give reason fish die when they leave the water. قول لي ليه السمكة هتموت لو سابت المية؟ طبعا احنا عارفين ان اي fish اول لما بيسيب الووتر ويبقى اون لاند بعد شوية بيحصل له داي. طب ليه؟ عشان الفيش ده ربنا خلقه ان هو يعمل بريس للاكسجين اللي موجود في الووتر عن طريق الجلز. طب انت وديته اون لاند على الارض، في اكسجين وكل حاجة، بس هو مش قادر يعمل لها بريس. ليه؟ لان هو ما عندوش لانجز زينا، اللانجز بس هي اللي بتاخد الاكسجين من الاير، انما هو عنده جيلز بتساعده بس ان هو يعمل بريس للاكسجين من الووتر. يبقى because they can't breathe oxygen from air، عشان هو ما يقدرش ياخد الاكسجين من الاير، هو ما عندوش lungs زي الهيومن. بعد كده question number 4 بيقول لي what happen if forests are cut down and grassland are cleared. ايه اللي هيحصل لو الفورست الغابة كلها حصل لها cut down، يعني كل التري اتقطع، والجراسلاند عملنا لها cleared يعني جرفنا الأرض خالص ومبقاش فيه أي جراسلاند ولا فيه أي جاردن. ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ هلاقي ان الانفايرمنت عمال بيحصل له تشينج، عمال بيتغير، وهلاقي ان التغيير ده بيكون نيجاتيف افكت، له تأثير سلبي على الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. يبقى it cause negatively effect on environment، هيأثر تأثير سلبي على الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. بعد كده بيقول لي identify some human activity that negatively
impact the air. يقول لي كده human activity أنشطة الإنسان بيعملها بتعمل تأثير سلبي في الاير اللي احنا عايشين فيه. ايه اللي الهيومن بيعمله بيأثر على الاير؟ ان هو مثلا السموج اللي بيخرج من الكار والفاكتورز ده كان بيعمل air pollution. يبقى نكتب هنا smoke comes from car and factors cause air pollution. تمام كده؟ طيب بعد كده model 2 question number 1 بيقول لي complete changes that affect ecosystem include dots and dots. ايه الحاجات اللي ممكن تغير في الايكو سيستم؟ طبعا احنا عارفين ان الهيومن ما شاء الله عليه بيعمل حاجات كتير جدا تغير في الايكو سيستم، زي ان هو يعمل cutting للتري، او ان هو يعمل throwing للويستس بتاعته في الووتر او في السويل. بعد كده question number 2 بيقول لي write the scientific term special organ in fish allow them to extract dissolved oxygen from the water and expel carbon dioxide gas. ايه الحاجة اللي موجودة في الفيش بتساعده ان هو ياخد الاكسجين من الووتر ويخرج الكربون دايوكسيد جاز؟ شاطرين، الجلز. بعد كده question number 3 بيقول لي give reason human and fish have some similar characteristics. ليه الهيومن والفيش هما الاتنين في بعض الصفات كده المشتركة ما بينهم؟ عشان هما الاتنين بيعملوا بريس ان للأكسجين. كل واحد بيعمل بريس ان للأكسجين بطريقته، بس هما الاتنين بيتنفسوا الايه؟ الأكسجين. يبقى because both of them breathe oxygen. هما الاتنين يعملوا بريس ان للأكسجين. بعد كده question number 4 بيقول لي what would happen if forest tree were cut down. ايه اللي هيحصل لو التري اللي موجودة في الفورست حصل لها cut down؟ طبعا دي من الهيومن تشينج اللي الإنسان بيعملها وبتأثر على الانفايرومنت اللي احنا قاعدين فيها، والتأثير بتاعها بيكون negatively effect على الانفايرومنت. يبقى it cause negatively effect on environment. بعد كده question number 5 بيقول لي identify some human activity that negatively impact على الووتر. بيقول لي ايه الحاجات السلبية اللي الإنسان بيعملها بتأثر على الووتر. للأسف الهيومن ممكن يعمل throwing للويستس في الووتر، والفاكتورز برضو تعمل throwing للكيميكالز بتاعتها في الووتر، فالحاجات دي بتعمل water pollution. يبقى نكتب throwing wastes and chemical factors in water، ان هما بيرموا الويستس والكيميكال فاكتورز في الووتر. طيب بعد كده model 3 بيقول لي question number 1 complete during exhalation انهي جاز بيحصل له released، و during inhalation انهي جاز بيحصل له entered يعني بيدخل. طيب واحدة واحدة. في الاكسهيليشن، اكس يعني ايه؟ يعني بخرج، يعني بعمل expel out، بخرج الكربون دايوكسيد جاز. يبقى نكتب هنا كربون دايوكسيد جاز بيحصل له released يعني بيخرج. بس في الانهيليشن بقى يعني بعمل ان، بدخل ايه؟ بدخل الاكسجين جاز لللنجز. يبقى هنا during inhalation oxygen gas is entered. بعد كده question number 2 بيقول لي write the scientific term pollution caused by car and factors exhaust. بيقول لي ايه نوع البوليوشن اللي بيحصل بسبب الكار والفاكتورز exhaust، يعني العوادم او السموج اللي بيخرج من الكار والفاكتورز بيسبب لي انهي بوليوشن؟ شاطرين، air pollution. طيب بعد كده question number 3 بيقول لي give reason amphibian can live in both water and land. ليه الامفيبيان تقدر تعيش في الووتر واللاند عكس الانسان والفيش؟ الهيومن بيقدر يعيش بس في اللاند، الفيش بيقدر يعيش بس في الووتر، الامفيبيان لا، تقدر تعيش في اللاند والووتر الاتنين. طب ليه؟ عشان عندها respiratory system بيساعدها على ده. لما بتكون موجودة في اللاند بتعمل بريس ان للأكسجين عن طريق اللنجز زي الهيومن. طيب لما تكون موجودة في الووتر تعمل بريس ان للأكسجين عن طريق السكين. يبقى because it can breathe on land by lungs and in water by skin. بعد كده question number 4 بيقول لي what happen if many building community are built and agriculture is neglected. بيقول لي ايه اللي هيحصل لو احنا قعدنا نبني مباني كتير قوي وشيلنا كل الاجريكالتشر. يعني ايه agriculture؟ يعني الزراعة، عملنا لها neglected يعني شلناها خالص وجرفناها كلها وشلناها. ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيعمل change في الانفايرومنت، والchange ده هيكون negatively effect على الانفايرومنت. بصوا
قاعدة عامة كده ثبتوها لأي حاجة. لو قالك what would happen if وجابلك أي حاجة من الهيومن activity بيعملها بتأثر على ال environment، اكتب له كده it cause negatively effect on environment، يعني هي لها تأثير سلبي على ال environment. سواء بقى قالك إن هو بيعمل cutting للtree، أو مثلا throwing wastes، أو بيعمل building community، أو بيعمل مثلا إن هو clear land. كل الحاجات دي كلها negatively effect على طول. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي identify some human activity that negatively impact على السويل. قول لي بعض الهيومن activity اللي الإنسان بيعملها بتأثر بالسلب، بس المرة دي على الإيه؟ السويل. طيب الهيومن بيعمل إيه؟ بيأثر على السويل. ممكن يعمل كلير لللاند، يجري في الأرض كلها ويشيلها. ممكن يعمل إيه تاني؟ ممكن يعمل cutting للفورست، يقطع كل الفورست. ممكن يقعد يبني building community بدل الجراس لاند وبدل الجاردن. فدي كلها حاجات بتأثر على السويل وبتأثر بالنيجاتيفلي افكت، يعني تأثير سلبي عليها. كده نكون خلصنا مع بعض ويك 3. أتمنى أن تكونوا فهمتوه واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.